وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. السحر يعني حلال ولا حرام؟ في سحر حلال وفي سحر حرام. تقول لي يا شيخ اتق الله، الكلمة الطيبة والبسمة الحانية والمعاملة الطيبة ده أقل كلمة ترضيه، ده بسمتك الحلوة ترضيه، ده طبخة جميلة كده تقدمها له ترضيه، ده انت مجرد ما تستقبليه استقبال طيب ترضيه. في سحر حلال. نبض قلبي نور عيني، نبض قلبي نور. السحر يعني حلال ولا حرام؟ في سحر حلال وفي سحر حرام. يا شيخ اتق الله، ما يصحش يعني بقى معقولة في سحر حلال؟ والله في سحر حلال وفي سحر حرام. السحر الحلال الكلمة الطيبة والبسمة الحانية والمعاملة الطيبة. الزوجة اللي محتارة وبتقول زوجي تعبان مني، زوجي ما بيعملش معاملة كويسة، زوجي مش عارفة اعمل ايه عشان ارضيه. اقول لك امر بسيط جدا، تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقة. ده كلام النبي عليه السلام. يبقى انت لما تتبسمي في وجه الزوج ده من باب اولى بقى، لان النبي عليه السلام قال كما عند ابن حبان بسند صحيح: اذا صامت المرأة شهرها وصلت خمسها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من اي ابواب الجنة الثمانية شئت. يبقى طاعة الزوج واجبة. مين اللي امر بكده؟ الله. ومين اللي امر بكده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزوجة بقى اللي عمالة بتقول انا مش عارفة ارضيه ازاي، اولا ارضي ربنا. لو ان الزوجة فعلت ما يرضي الله ربنا هيحبها، ولو أحبها كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فربنا ينادى على جبريل إنه يحبك، وبعدين جبريل ينادى على ملائكة السماوات السبع إن هم يحبوك. يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبك ملائكة السماء ثم يوضع لك القبول في الأرض. وأول من يوضع له لك القبول في قلبه هو الزوج، هو الزوج. فدي نعمة عظيمة من عند الله. ولذلك لما زوجة من الزوجات مرة في يوم من الأيام رايحة بتقول لأحد المشايخ، طبعا هو مش شيخ ولا حاجة يعني، عايزك تعمل لي كده مش عارف حجاب، تعمل لي سحر عشان زوجي ده يحبني، تمام؟ فواحدة منهم راحت بقى لشيخ حقيقي بجد ولا يقبل مثل هذه الأمور الشركية يعني، فقالت له عم الشيخ زوجي بيكرهني ومتضايق مني وانا نفسي تعمل لي حجاب كده عشان يحبني. قال لها يا ست ربنا يبارك فيك، ده انا هقول لك على وصفة حلوة قوي عشان الحجاب يتعمل. قالت له ايه؟ قال لها تجيبي لي بس ايه يعني لا مؤاخذة يعني شعرايه من عين القرد. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قالت طب دي سهلة قوي. وقامت عزكم الله راحت جنينة الحيوانات وراحت واخده معاها شويه موز على شويه سودان على مش عارف ايه الكلام ده كله، وقربت من جبليه القرود وقعدت تلاعب القرود وهنا وهنا ومش عارف ايه والكلام ده كله لحد ما قرب القرد راحت ايه ناتشه شعرها من عينيه وجاريه. وراحت للشيخ قالت له عم الشيخ الحمد لله قعدت 3-4 ساعات الاعب القرد واكله لحد ما اخيرا قدرت اخطف ايه الشعرايه دي من عينيه. انا سبحان الله بقى انت قعدت 3 ساعات ولا 4 ساعات تتعملي الحيلة دي كلها عشان تاخد شعراية من عين القرد ومش قادرة تعملي حيلة عشان ترضي هذه الكلمة ترضيه، ده بسمتك الحلوة ترضيه، ده طبخة جميلة كده تقدمها له ترضيه، ده انت مجرد ما تستقبليه استقبال طيب ترضيه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.